السلام عليكم يا الزينات، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل مهنيين وبأفضل حال وانتم تشوفوا في فيديو اليوم جبت لكم وصفة رمضانية، خبز الدار بالسميد فقط. يجي خفيف مفشفش وكي القطن، صدقوني اللي ذوقوا عندكم ما يصدقش باللي ما فيهش فارينة. وكيما عودتكم الفيديو تاع اليوم راهو مفصل بزاف، ما راحش نمدلكم غير المكونات، مي راح نمدلكم أسرار وتدابير في كل مرحلة باش ينجح لكم من أول مرة ويجيكم خفيف ريشة. على هذه ننصحكم تشاهدوا الفيديو للنهاية باش ما تفوتكم حتى معلومة. وقبل ما نبداو، إذا كنتي أول مرة تشوفي القناة شرفيني باشتراكك وما تبخلوش عليا بالجام للفيديو إذا عجبكم. ويلا حبيباتي نمر مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله. في غيسيبيون درت 6 كيسان سميد رطب، وأكدوا لي يا البنات لازم يكون رطب باش تنجح معاكم. هاد الكمية دارت لي 2 خبزات كبار، واللي تحب أكتر تضعف المقادير. زدت عليهم مغرف كبيرة ونص خميرة الخبز مع مغرف كبيرة ونص سكر، وطبعا السانوج والجلجلان اللي ما نستغنوش عليهم. نخلط هاد النواشف مليح، ومن بعد نزيد بياض بيضة واحدة، والصفار خبيته على جهة باش ندهن به في الأخير. وهنا السر في البنة، زدت نص كاس زيت معاه 2 مغارف كبار السمن دايب. السمن راح يخلي الخبز تاعكم يجي يدوب في الفم. نبسس هذاك السميد مليح بيديا حتى يدخل ليدام في كامل الحبيبات. درت ما دافي وزدت له 3 مغارف كبار ما زهر. ريحته يا البنات واش نحكي لكم. نبدا نلم به العجينه غير بالعقل. شوفوا راني نلم برك بلا ما نعجن. استهلكت حوالي 2 كيسان ونص ما دافي. القوام يكون متماسك بالصح طري. نغطيها ونخليها ترتاح وتخمر في غردها لمدة 45 دقيقة. بعد ما جازت 45 دقيقة، شوفوا العجينة كيفاش ضعف حجمها. نهبط لها الخمور ونزيد لها مغرف كبيرة بومبي ملح. هنا نبدأ نعجن شوية باش ندخل الملح. ومن بعد نجيب كاس حليب دافي ونبدأ نضيف فيه بالتدريج وانا نعجن. هاد المرحلة هي اللي راح تعطينا هذيك الخفة. نعجنها حوالي 10 دقائق حتى تولي العجينة رطبة طرية وتتلاصق في اليد. ما تخافوش منها كي تعود تتلاصق، هذا هو سر النجاح. قسمت العجينة على 2 ودهنت يديا بشوية زيت باش تساعدني لأنها طرية بزاف. خبزتها في البلاطو
غطيتها وخليتها تخمر للمرة الثانية حتى تطلع مليح. للتزيين استعملت هداك صفار البيض، زدت له شوية قهوة ومغرف صغيرة عسل. العسل راح يعطيه لون ذهبي ويجي شهي بزاف بزاف. دهنت السطح، رشيت الجلجلان والسانوج ودخلتها للفور اللي كنت سخنته من قبل على 180 درجة حتى طابت وحمارت من فوق ومن تحت. وهكذا حبيباتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا لنهار اليوم. شوفوا النتيجة قدام عينيكم، خبز الدار بالسميد فقط يجي ما شاء الله. جربوه وعينيكم مغمضين، ما راحش كامل يحشمكم مع ضيافكم ولا مع عائلتكم في طاولة رمضان. برك كملحوظة أخيرة باش تحافظوا على هذا الطراوة، غير تخرجوه من الكوشة، غطوه بطرشون وخلوه يعرق شوية، هذيك هي اللي تخليه يولي يذوب في الفم. وإلا حبيتوا تخبوه تقدروا تديروه في أكياس بلاستيكية وتحطوه في المجمد، كي تجبدوه وتسخنوه يولي وكأنكم طيبتوه. هذا كوين. نتمنى من كل قلبي تكون الوصفة نالت إعجابكم، ونتمنى نكون خفيفة عليكم وفتكم ولو بالقليل. إلا عجبتكم طريقتي ما تنساوش تدعموني بالجيم للفيديو، هكذا باش الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشتركات والقناة تكبر بيكم وليكم. وإلا كاين كاش وصفة راكم حابين نديرها لكم لرمضان، سواء مملحات، أطباق رئيسية ولا معسلات، خلوا الاقتراحاتكم في التعليقات، راني نقراهم كامل ونحاول نلبي طلباتكم وحدة بوحدة. شكرا بزاف على وقتكم وعلى كلامكم الطيب اللي ديما يفرحني. تهلاو في رواحكم وصيامكم في الجنة إن شاء الله، وربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة ناجحة كالعادة. في أمان الله وحفظه. سلام.